السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا جماعة؟ عاملين إيه؟ في الفيديو ده هنقدم لكم حلقة أكتر من رائعة. الخطة دي أول مرة واحد يعملها، خطة الهجمات المرتدة 2026، وهوريكم اللاعبين المفروض تضيفوهم، وهوريكم إزاي تلعبوا بيها وتلعبوا بأسلوب الهجمة المرتدة. يلا بينا. وحابب أشكركم على دعم الفيديوهات اللي فاتت، إن شاء الله بإذن الله مكملين معاكم لحد ما نوصل للعالمية. عايز لايك جامد على الفيديو ده وكومنت حلو. يلا بينا على الفيديو. أول حاجة صاحبي، زي ما احنا متفقين، الخطة اللي معانا هتبقى خطة الهجمات المرتدة وأسلوب لعب الفريق هجمات برضه مرتدة. هعمل لكم الخطة حالا وهروح اجرب لكم الخطة جوه الملعب، وهوريكم التوازن والسلاسة بتاعة الخطة الجامدة دي، وهعرفكم اللعيبة اللي تصلح لكل مركز. اول حاجة نحدد على الخيار اللي من تحت ده بتاعة المركز اللاعبين، هننزل كده اللعيبة ونظبط كده الدنيا مع بعضينا. الخطة هتكون عبارة عن 3 دفاع وواحد ارتكاز، وهيبقى معانا 2 خط نص بس هنخليهم كده على الاطراف، وهيكون معانا مهاجم ومهاجم وهمي و2 اجنحة. طيب اول حاجة هنبدأ بالاجنحة. معانا لامين يامال في الجناح، لاعب سريع. اهم حاجة الاجنحة تكون اللاعب يكون سريع، عنده سرعة 94، تسارع 93، يعني لاعب ممتاز جدا للمركز ده. معانا في مركز الجناح الايسر ايدن هازارد. ايدن هازارد صراحة مش سريع، عشان خاطر الحساب جديد ومعيش غيره. سرعة 84، يعني اشوف خيار بديل ليه. والخيار البديل هيكون كيليان امبابي، هيكون اسرع منه طبعا. اللاعب امبابي على الجناح الايسر، امبابي السرعة 95، تسارع 97، يعني ممتاز جدا جدا جدا. طيب انا ليه بهتم بالاجنحة وبالسرعة؟ عشان خاطر اسلوب الهجمة المرتدة بيعتمد على الاجنحة اكتر حاجة. طيب هنضيف جوكريس النسخة دي، مهاجم قناص، لاعب رائع. هنخلي لاعب بروسيا دورتموند ده لاعب مهاجم وهمي. طيب وبعد كده هنروح على خيارات المدرب، وهنروح على اللعب جماعي مشترك. اهي دي برضه مهمة في اسلوب الهجمة المرتدة، باص واحد تلاقي نفسك عند الجول. طيب هنخلي لاعب مدافع معانا، هنخلي فان دايك لانه احسن واحد في المدافعين دول بيباص. طيب وهنروح نحدد لاعب جناح، فيش غير لامين يامال طبعا، هنحدد على لامين يامال لاعب سريع. كده انت معاك كل الطرق اللي تخليك تلعب لعبة هجمة مرتدة باسلوب سلس. الفيديو لسه ما خلصت، تعالوا معايا نروح الملعب نوريكم اللعب السلس. عايزك اهم حاجة تركز لي على اللاعبين وتركز لي على التنظيم بتاعهم، وبص كده على الباص رايح ازاي وجاي ازاي، يعني تحرك اللاعبين والتنظيم داخل الملعب بشكل جميل. هتلاقي طبعا كل لاعب في مركزه، وهتلاقي نفسك بتباصي باصين 3 تلاقي نفسك عند الجول. وادي معانا ركنيه يا شباب، كنت عامل فيديو كل الطرق اللي تخليك تسجل ضربات ركنيه، روح شوفه حالا. بس بعد ما تشوف الركنيه ازاي هسجلها، اول حاجه تخلي اللاعبين كده يقولك وتباصي لاول لاعب وتروح كاسر كده ومعرض وتروح شايط يا معلم والكره في الجول. يعني طريقه من بين 4 طرق او 5 طرق، مش عارف كانت دي الصراحه. روح شوف الفيديو وانت هتعرف، يعني طريقه قويه جدا. طيب يا شباب ركز لي كده على الهجمه الرائعه دي، بص كده الباصات، بص كده التكتيك، وركز لي على الباص بتاع اللعيبه والتحرك بتاع اللاعبين. بص الهدف مش مهم الهدف، بس ركز لي على سرعه اللاعب لامين يامال على جناح. امال اللي انا بقول لك لازم الاجنحه تكون سريعه عشان خاطر كده. بص لي برضو على الهجمه الرائعه دي، بص التنظيم بتاع اللاعبين، بص لامين يامال، بص السرعه. اهم حاجه عندي في الخطه دي يا شباب السرعه، سرعه الاجنحه. يعني عندي لامين يامال سرعه 94، يعني ممتاز جدا، والكره جوكريس حطها في الجول. لاعب قناص، مين قالوا يا شباب اللاعب ده؟ ودي اخر هجمه معانا. بص لي على الهجمات الرائعه، لامين يامال مع لاعب بروسيا، مع لامين يامال مع لاعب بروسيا، جول. بس كده يا شباب، اتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وتضغط اللايك المتين بتاعك والكومنت الحلو. انتظروا القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.